والله العظيم 3 حبيتك يا حازم، إيه مش ممكن، أنا اقتنعت خلاص عدّوا، لأ خلاص عدّوا، بجد والله، مبروك، لا أنا هاكلمهم مبروك، في مصر كفيت. يعدّوكوا والله، وهاغني لك كمان لا حد عدّى ولا حد يا هدّى دكتور معك، إلا نعم، وقال. لنعود هاقول لك إلى لا إيه، نتبخل الوقت، بيقول نعم لِك لترد بيقول لِك عليه. بيقول لِك إيه إمم، المشكلة؟ ما تعدّوهم، ده حتى مبلغ قليل. يا إمم، أستاذي هو موضوع مبلغ والّا فلوس؟ الموضوع مبدأ. إحنا ناس بتوع مبادئ، إحنا ناس حضارة ضاربة في قديم الزمن 7000 سنة، إحنا دولة قبل ما كان في حاجة اسمها تاريخ، إمم، إحنا عارفين كويس أوي بنعمل إيه، وبعدين اللي أنت مش واخد بالك منه إن دي لها اتفاقية سنة 1888 اسمها اتفاقية القسطنطينية، برضه قُلت لك ذاكر قبل ما تقعد معايا، قبل ما تقعد معايا في حتة تذاكر. الاتفاقية دي اتفاقية دولية، الأمم المتحدة أصدرت يعني بما امتعاض للي بيحصل وقالت إن ده يعني بيعتدي على الاتفاقات الدولية. أوروبا عفوا قالت اللي بيحصل 1800 ده 88 بلطجة، أوروبا قالت بلطجة، الدول العربية حلفاء ترامب في المنطقة، الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد كلهم طلعوا تصريحات بيتضامنوا فيها مع مصر. أنت بتتكلم بتقول إيه؟ والنبي عدوهم معلش، يعني انتوا هتاخدوا من ترامب حاجات كويسه مشوا له ديت، احنا بنعمل ده في امريكا مضطرين، احنا بنطبطب عليه، انت عارف ان احنا في امريكا مضطرين نعمل ده، ان احنا لبسناه، احنا هنا لبسناه في امريكا خلاص، لكن احنا في مصر يطبطبوا عليه بتاع ايه؟ مش فاهم، معلش ادوا له دي هتاخدوا منه حاجات احسن، هو في ايه بالظبط؟ دي سياسه دي سياسه، دي سياسه فكيهه العالمه، دي إمم. مش سياسه دوليه. وبعدين تقول لي الحليف تمسك مطوه تفتحها في وسط الشارع وتقول لي عديني ببلاش وتقول لي سياسه، سياسه ايه يا عم الحاج؟ بس إمم. الله يرضى عليك خلتني اقول الفاظ ملهاش اي علاقه بالحوار السياسي. ولكن الدكتور مات جننتني. يبدو بأن حتى الجانب 100%. المصري قلل من هذه التصريحات، يعني وزير الخارجية لم يرد على كل هذه التصريحات عندما قال سئل، لك وقال لا الأفضل قال لك عدم الرد. قال لك ما ينفعش نرد، ده استهزاء، ده جمله فيها استهزاء، خلي بالك. فقط نذكر بأن الرئيس السيسي يمتنع بس حتى خلي الآن بالك عن بقى، زيارة الولايات المتحدث المتحدة العسكري، لا كذلك. يا لورين بقى، لورين نعم، ذاكر انت كمان يا لورين تذاكري. نعم، المتحدث العسكري امبارح قال جمله في منتهى القوه، وهي مصر جاهزه، مم. ممكن ما نكسبش قدام امريكا ولكن هنوجعهم طيب. وهنوجع لهم الولايه 51 قبل ما يحصل مم. حاجه في مصر. الولايه 51 مش هتبقى موجوده not anymore.